وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. صباح الخير يا جماعة، ويلكم تو ماي تشانل. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم في فلوج جديد. بقالي فترة ما صورتلكوش فلوج، بس بجد شفت قد ايه انتوا بتحبوني في الكومنتات بتاعه الفلوج اللي فات، فبجد انا بحبكم قوي. المهم كان عندي مدرسة، صحيت لبست وعملت سكين كير روتين بتاعي ورطبت بشرتي وكده. بجد النهارده اليوم كان حلو قوي، والدنيا كانت بتمطر كده وجميلة. نزلنا البريك، بعد كده اليوم خلص وروحت البيت، نمت شوية. صحيت على ميعاد الدرس حرفيا، لبست ورحت الدرس. وانا كنت راجعه كانت الدنيا بتشتي وحلو قوي الاجواء دي، بجد يا جماعه بحب الشتا جدا. بقى روحت البيت، عملت كوبايه نسكافيه واخدت بريك. بجد يا جماعه اول ما برجع من البيت واغير لبسي واعمل نسكافيه، بجد يا جماعه بحس ان انا مبسوطه جدا. اعتقد كلنا كده بعد ما دعك الدروس ومدرسة وحاجات كده بنرجع البيت بنكون بجد محتاجين كوباية نسكافيه. المهم النهاردة كنت المفروض اذاكر الدرس الاول في الفصل الاول فيزياء، تمام، اللي هو درس الكثافة، فكنت محتاجة اذاكره واحل اسئلته. انا بستخدم كتاب الامتحان من اول السنة، مش عارفة ازاي اذاكر فيزياء لاني في اولى ثانوي كنت باخد علوم متكاملة وكلنا يعني. فبجد مش عارفة اخد مع مين دروس، ولحد الان متلخبطة، بحضر حصة وحصص لأ في السنتر وكده. بس في مدرس اسمه باشمهندس اشرف حسام، ده بجد يا جماعة شرحه تحفة ما شاء الله، بيشرح كويس وبيحل وعامل منصة مجانية بيحل فيها وبيعمل كل حاجة. فانا حاليا متابعة معاه، ودخلت برضو امتحان شهر 11 يعني امتحان شهر 10 وانا مكملة معاه ومتابعة معاه، والحمد لله جبت درجة كويسة. فدلوقتي بقى ايه، شهر 11 خلاص الامتحانات جاية، وبرضو بجد مش مرتاحة غير معاه اونلاين يعني، ويوتيوب كمان مجانا. فبسمع منه المحاضرة وبكتبها وراه في السكتش بتاعي، وبعد ما اخلص خلاص بقعد اراجع المحاضرة. وساعات بحل معاه في المنصة، وساعات عادي بمسك كتاب الامتحان احل منه، وافتح اي مدرس على اليوتيوب بيحل اسئلة كتاب الامتحان واسمع منه. فدي افضل طريقة لمذاكرة الفيزياء. وبجد يا جماعة برضو يعني احنا بنحاول نحسن من مستوانا فيها، عشان تالتة ثانوي، يعني تانية ثانوي دي ناخدوها كتجربة وبالراحة واحدة واحدة. فيلا بينا. النهارده المفروض اسمع محاضرة الكثافة، هي محاضرة ساعتين، فتحتاج مني وقت كتير وجهد لاني هذاكرها وهكتبها وهسمعها، فهتحتاج مننا اكتر من ساعتين طبعا. فهخلصها وهجيلكم، وانتوا كمان تشجعوا وشوفوا اللي وراكم. 2000 years later. الحمد لله خلصت المحاضرة بتاعة الكثافة. هو انا سمعتها وكتبتها، لسه بقى عايزة اذاكرها كده واقعد اراجع المعلومات وابدأ احل عليها. فحرفيا اخدت فيها ساعتين ككتابة واني اسمعها ساعتين ومثلا ونص مثلا. المهم يا جماعه عايزه اقول لكم نصيحه، اوعاكم تكتفوا ان انتوا تقروا المعلومات من الكتاب وتعلموا كده، لا، الفيزياء والكيمياء بالذات لازم تكتبوا الدروس، لان الكتاب بيكون يعني موسع الدنيا. هنا لما تبداي تكتبي بايدك وتلخصيها، غير انك هتبداي يعني هيكون استيعابك للدرس وانتي بتكتبي احسن من انك تقري بس، غير ان انتي هتلخصيها في ورقتين 3 احسن من الكتاب اللي هتلاقي الدرس فيه على 7 صفح او حاجه زي كده. فيكون الدرس قدامك كده المعلومات متلخصه، يدوبك على الحل بقى تبداي تحلي من الكتاب. وبس كده هقعد بقى اراجع المحاضره كده، ممكن اراجعها في تلت ساعه ولا حاجه عشان لو في كذا قانون احفظه، ولو في كذا استنتاج برضو اراجعه. وبعد كده بقى ايه، ابدا احل على طول، وبستخدم كتاب الامتحان في الحل. بعد كده بقى حليت من الكتاب، حليت نص الاسئله مش كلها علشان بجد كنت فصلت خالص. المهم بقى قلت اخد بريك اريح، عملت كوبايه شاي كده، وبصراحه شربت كوبايه الشاي وقعدت اتمرقع شويه، وبعد كده بدات مذاكره تاني. قلت هاخد بس تاريخ، فاخدت نص درس تاريخ بما كده. اني خلصت كده الدرس الرابع الجزء الاول منه اللي هو الاخطار الداخليه، فكده خلصت الحاجات اللي عايزه اذاكرها النهارده، مش كلها بس الى حد ما. تعالوا بقى اقول لكم طريقتي في مذاكره التاريخ. انا باخد درس بس بقالي فتره المواعيد مش ظابطه معايا او كده، فبتابع يوتيوب. فهسيب لكم اسم القناه اللي سمعت منها المدرس شرحه لطيف يعني، وكتبت ورا الحاجات الزياده بس ما حلتش. فانا مش بكتب الدروس بتاعه التاريخ لان هي بتبقى مكتوبه في الكتاب اوريدي، فبس بعمل اسهم كده واكتب النوتس بتاعتي وبحل من الكتاب. بس النهارده بصراحه فصلت فمش هقدر احل. وبس كده، ده كان فلوج النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.